هل تريد المرأة المتزوجة أن تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت؟ اسمعي أيتها المتزوجة إلى هذا الحديث وهذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا أردت أيتها الأخت الفاضلة، أيتها المتزوجة، أن تدخل الجنة من أي باب فاختاري أي باب تريدين، بشرط وأطاعت المرأة زوجها. هكذا كتب الله عز وجل أن الرجل في بيته هو رب الأسرة، هو المسؤول عنها، هو الذي له الأمر والنهي في حدود طاعة الله عز وجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله عز وجل هكذا حكم أن الرجل له الأمر والنهي، بل لو أمر الرجل امرأة على أي حال أن يأتيها بغير إضرار بها لوجب عليها أن تستجيب. ولو دعا الرجل امرأته إلى الفراش، هذا كأحد الأمثلة، لأن هذا من غايات الزواج. لو دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فنام وهو غضبان، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. انظروا إلى الفرق بين امرأة تدخل الجنة حيث شاءت وامرأة أصابتها اللعنة. ما الفرق؟ إنها في طاعة الزوج فيما أمر الله عز وجل، وإنما الطاعة بالمعروف. أما من أمر بمعصية أو أمر بأمر لا تطيقه المرأة أو أمر بظلم لها أو إجحاف بحقها أو إيذاء لها، فإنها لا يجب عليها أن تستجيب. أما حقه فهذا حق كتبه الله له. ونساءكم في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من نسائكم في الجنة من إذا غضب عليها زوجها فإنها تأتي إليه، شوفوا الحديث، فتضع يدها في يده ثم تقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى، أي لا أنام الليل حتى ترضى عني. هذه المرأة الصالحة. بل ما استفاد الرجل والعبد بعد تقوى الله عز وجل من، اسمعوا للحديث، أعظم نعمة بعد التقوى شنو؟ قال: من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. تلك المرأة هي من نساء الجنة، ليست فقط من أهل الدنيا. هذه أسماء بنت أبي بكر، إحدى العابدات الصالحات، صحابية جليلة. زوجها الزبير كان شديد الغيرة. يوم من الأيام أبعدت في طلب النوى، فحملت النوى حمل ثقيل على رأسها، تمشي من مكان بعيد لترجع إلى البيت. فمرت قافلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناخ النبي الناقة لتركب أسماء، ليساعد أسماء المسكينة التي تمشي لوحدها من مكان بعيد تحمل حملا ثقيلا. فأراد النبي منها أن تركب الناقة ليحملها، فتذكرت أسماء غيرة الزبير فما ركبت. ما رضيت أن تركب مع القافلة ولو كان فيها أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، أبت أن تركب معهم، بل آثرت أن تمشي لوحدها مع هذا الحمل الثقيل، تحفظ غيرة من؟ غيرة زوجها. هكذا المرأة الصالحة تبحث عن سعادة زوجها. أول ما يدخل البيت أحلى الكلام، أجمل اللباس، أنظف الجسد، أطيب الروائح، جملت البيت، زينته لزوجها، أعدت له طعامه، رتبت له فراشه. قالت إحدى الصالحات بعد أن زوجت ابنتها لأحد الرجال، قالت لها نصيحة طويلة بدأتها بكلمتين جميلتين. قالت لها: يا بني كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب
جانب. المرأة الصالحة والله لو غاب عنها زوجها يوم يومين ثلاثة أربعة فإنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، حتى البيت ما تخرج إلا بعد أن تستأذن. بل للزوج حق على المرأة ألا تدخل البيت إلا برضاه، فالبيت بيته. لا ندعو الأزواج للتحكم وللإذلال النساء، لكن هذا حق الزوج، ألا تدخل المرأة في بيته من يكره، بل تستأذنه حتى في الضيوف ومن يزورها في البيت، ولا تخرجن من بيتها إلا بإذنه. عمر بن الخطاب يمر في الليل فيسمع صوت امرأة غاب عنها زوجها شهورا طويلة وهو في الجهاد. المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل، والمرأة هذه غاب زوجها 6 شهور، فإذا بها تقول شعرا وقد احتاجت لما يحتاجه الرجل: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. المرأة الصالحة تتقي الله عز وجل في زوجها، إن غاب عنها حفظته في نفسها، هي مسؤولة عن بيتها عن أولادها، تراعيه في نومه، إن نام فإنها تسكت الأبناء والأطفال حتى ينام، إن أراد الطعام جاءته بأجمل وأطيب الطعام، إن أراد السفر جهزت له لباسه وثيابه، إن كان مهموما لا تؤذيه وتضايقه بل تفرج همه، إن كان فرحا فرحت معه، إن كان مريضا فإنها تجلس في خدمته ورعايته. ليست ولاجة امرأة تدخل تخرج من البيت لا تبالي، لا تدري عن البيت ولا عن الأولاد، هذه قد حرمت نفسها أجرا كبيرا. من أرادت الأجر، من أرادت الفضل، فإن في طاعة الزوج واحترام الزوج أجر عظيم عند الله جل وعلا، عند الرحمن. المرأة مخيرة، إما أن تحسن إلى زوجها وإما أن تسيء إليه، فإن أحسنت فلها الأجر العظيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الزوج يحسن إلى الزوجة والزوجة تقوم بواجباتها، فالرجال قوامون على النساء.